ساعدنا طبعا. أول حاجة بدأنا بيها كان الأرشيف. كل حاجة تخص المنتخبات. طبعا المنتخب الأول من سنة 1920 لحد دلوقتي كل المباريات اللي لعبها في المباريات الرسمية والبطولات الودية كلها موجودة على الموقع، تقريبا 686 مباراة كل تفاصيلها موجودة عندنا. ده مش مع المنتخب الأول بس، مع كل المنتخبات، ناشئين، شباب، أولمبي، حتى الشاطئية والصالات. في الجانب التاريخي برضو عملنا جزء خاص بالرموز والأساطير من العشرينات، حسين حجازي، مختار تيش، عبد الرحمن فوزي، لحد الجيل ده. عملنا حوالي 70 نجم، طبعا شغالين. هنضيف في الفترة الجاية نجوم تانية. الجانب الخبري والتقارير كانوا مهمين أكيد في الموقع. حاولنا بقدر استطاعتنا تقليد كل ما يخص المنتخبات والمسابقات المحلية، طبعا مشاركات أنديتنا في البطولات الأفريقية والعالمية، وأخبار محترفينا ونجاحاتهم في الخارج. الكرة النسائية كان لها نصيب برضه في تقليدنا، سواء الدوري المحلي اللي شهد مشاركة أهلي والزمالك لأول مرة السنة دي، وكمان الظهور المشرف لفريق مسار في دوري أبطال أفريقيا الأخير، وحصول على المركز الثالث في أول مشاركة ليه. عملنا كمان تقدير للمنتخب الكرة الشاطئية خلال مشاركته في بطولة أفريقيا الورداء أكتوبر اللي فات. الحكام أحد أهم عناصر اللعبة كان ليهم قسم خاص بيهم، عملنا فيه تشكيل لجنة الحكام والقائمة الدولية كان من الدرجة الأولى. نرجع للأرشيف تاني. في نبذة عن الاتحاد، تأسيسه وتاريخه، وأبرز الرؤساء ومجالس الإدارة من سنة 1920 لحد الآن، وكمان في السيرة الذاتية لأعضاء مجلس الإدارة والرئيس والنائب طبعا. اجتهدنا على قدر طاقتنا، حاولنا نعمل حاجة تليق بتاريخ وحاضر أعرق الاتحادات الرياضية في الشرق الأوسط، ونتمنى نكون وفقنا في المشروع ده، وبإذن الله في تطوير مستمر خلال المرحلة اللي جاية. لا، احنا نعرف ايه الفرق بين الموقع الأول والتغيير اللي حصل في الموقع. الموقع في الأول ما كانش بيسمح لنا نضيف الأرشيف مثلا، ما كانش فيه آلية ننزل تاريخ المنتخب، لكن النسخة الجديدة فيها كل الإمكانيات اللي خلتنا نعمل كل حاجة. تمام. زي كان في جزئية عشان التاريخ الكبير جدا ما كانش ينفع كله ينزل مع بعض، فكان المفروض فيه خاصية اللي هي نحط السنة ونضع عليها نجيب لنا التفاصيل، وده برضه مع الأجهزة الفنية للمنتخبات ومع مجلس الإدارة وكل ده، فكل ده توفر لنا في النسخة. طب لو نسأل سؤال برضه، يعني أي حد عايز مدى دقة المعلومة أساسا نعمل إيه؟ دقة المعلومة كان حاجة مهمة جدا بالنسبة لنا. احنا موقع رسمي، في مصادر، في طبعا الاتحاد الدولي عنده توثيق لمعظم البطولات اللي بتنظمها، كذلك الاتحاد الافريقي. فيه كتب، فيه مواقع مهتمة بالاحصاء، كل ده كانت المعلومة دقق من أكثر من مصدر.